بعمل فيديوهات كتير على تحسين النفس، بس ما فكرتش ان انا اعمل فيديو على تحسين الاصحاب اللي حواليك. يعني فكر فيها ثانيه، الاصحاب اللي حواليك هم اللي بيعملوك. مكان معروف وكل حد، بس انت بتستوعبش هي بتاثر عليك قد ايه. يعني فكر فيها ثانيه، لو صاحبك او ثلاثه من اصحابك قالوا ان يلا نعمل حاجه، مش هتروح معاهم؟ مش قصدي حاجه وحشه، عامه اي حاجه. لو ثلاثه من اصحابك رنوا عليك قالوا لك يا اسطى احنا رايحين نلعب، ما اعرفش، شويه فيديو جيمز دلوقتي، عايزين نلعب فورت مثلا، مش تروح تلعب معاهم؟ لا، احتمال كبير قوي تروح تلعب معاهم. لو شايف من اصحابك رايحين خارجين بيقول لك عايزين نخرج، تعالى نعمل حاجه، تعالى نروح نتفرج على موفي ولا حاجه، تخرج معاهم، صح؟ يعني مش هقول لك ان هي غلط، هو طبعا صح، انا يعني طبعا مش دي طريقه تفكيري. بس انا بقول لك ان اصحابك بيأثروا عليك، صح؟ يعني هم يعملوا حاجه انت بتعملها. دي بقى بتروح لليفلز كتيره، والناس بيتعمل لها بلايند، الناس بتفكر بس بتتعمي، بتفكر بس ان الاصحاب دي هيعملوا لهم حاجات سيئه. يعني مثلا بيفكروا ان الاصحاب اللي حواليهم هم اللي هيأثروا. لو مثلا واحد بيقوم بيشرب، هو مش هيشرب، فهو، او ده اللي الاب بيقوله لابنه يعني. فالابن دايما بيفكر في حاجه دي بس ما بيفكرش في الحاجات الادفانسد اكتر. يعني مثلا واحد من اصحابك هيكون بيلعب فيديو جيمز، لو قال لك يلا نلعب انت تقول له اه، لو اتنين يبقى اكتر واكتر، لو تلاتة يبقى انت وش رايح تلعب معاهم. واحد من اصحابك قال لك يلا يا اسطى نروح نعمل اي حاجه، يعني لو قال لك احنا رايحين نلعب دلوقتي وهنسهر النهارده، انت هتروح تلعب معاهم عادي وهتسهر معاهم. الحاجات الصغيره اللي بتضرك بس انت بتفكرش فيها كتير، بس عشان هم اصحابك. فالناس اللي حواليك بيأثروا عليك على ليفل ادفانسد جامد جدا انت ما فكرتش فيه قبل كده. يعني انا بقول لك في فيديوهاتي كتير جدا، بقول لك ابدأ سيلف امبروفمنت. سيلف امبروفمنت اللي هو ايه يعني؟ لو انت ما تعرفش، اللي هو من الاخر كده هو تحسين النفس. تحسين النفس ازاي؟ باربع عادات هيفيدوك، وان انت توقف كل العادات الوحشه. اربع عادات اللي هم ايه؟ الجيم، وان انت تقرا كتب يعني مفيده، تقرا كتب بيعلموك كتب نوليدج، وان انت تعمل مديتيت يعني اللي هو ان انت تهدي نفسك وتهدي اعصابك كلها عشان تعرف تفكر بطريقه صح. وجورنالينج اللي هو يخليك تطلع مشاعرك، هيخليك تعرف تقدر الناس اللي حواليك، وهيخليك تعرف تجاوب على حاجات كتيره انت ما فكرتش فيها قبل كده. فبقول للناس يحسنوا نفسهم كده، بس انا بغبائي ما اعرفش ازاي ما شفتهاش اصلا، ان الناس مش هيعرفوا يحسنوا من نفسهم لو عندك اصحاب مش بيرضوا يحسنوا من نفسهم. لو انا واحد من اصحابي اللي كان بيساعدني احسن نفسي بدأ يغير طريقة تفكيري، بدأ يقول لي ان انا هوقف سيلف امبروفمنت ده ملهوش قيمة، هبدأ افكر اكتر فيها، هبدأ احاول. لو كتير منهم اقتنعوا بكده برضو هبدأ احاول اوقف انا كمان، مع اني عارف ان هو حاجة صح. ليه؟ بس عشان هم عملوها. فانا دلوقتي في الفيديو ده عايز اشرح لك ان الناس اللي حواليك بيأثروا عليك بليفل ادفانسد قوي 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 انت ما فكرتش فيه اصلا، وبطرق كتيره. قبل ما ابدا، بس لو انت عاجبك اللي انت بتسمعه لغايه دلوقتي وشايف ان انت تستفاد، اعمل لايك وسبسكرايب عشان تنشر الفيديو، عشان فيديوهاتي التانية ان شاء الله في الفيوتشر تعرف توصل لك وتعرف توصل لناس تانية كتير. خلينا نكمل الفيديو. اول حاجه، البيسك بتاع كل حد. انت لو حاولت تعمل حاجه الناس اللي حواليك هيأثروا عليك. مثلا لو انت قررت تبقى دحيح جدا واصحابك كلهم مش دحيحين، هيستغربوا منك وهيخلوك تبطل تبقى دحيح. بيسك، حاجه كده في وش. لو انت قررت تخرج مكان وبتقول لهم يلا نخرج، هم يقولوا لك لا احنا مش عايزين نخرج هنا، تعال نخرج هنا، وكل الجروب اقتنع ان هم عايزين يخرجوا هنا مش في المكان اللي انت كنت عايزه، هتروح تخرج معاهم. بيسك. لو اصحابك قالوا لك يلا نلعب فيديو جيمز، هتروح تلعب فيديو جيمز معاهم حتى لو انت مش مقتنع في الاول، عشان كلهم بيشدوك ويقولوا لك يلا نلعب. فلو انا قلت لك حاول تحسن من حياتك، حاول تبدا تخش سيلف امبروفمنت، حاول تغير حياتك كلها، يا مازن وقف اللعب، يا مازن وقف السكرولنج، يا مازن وقف العادات السيئه دي، يا مازن ما تلعبش خالص. لما صاحبك يقول لك يلا نلعب قول له لا انا مش هلعب، انا ما بلعبش خلاص، انا شخص دلوقتي عايز احسن من حياتي. حتى لو انت قلت له كده هيستغرب منك وهيخليك تكون عايز تلعب تاني. دي مش حاجه غلط، دي مش حاجه غريبه، دي مش حاجه مثلا اكنه بيحاول يضرك، لا، هو صاحبك بس في الطبيعه بتاعته هو بيعمل كده. يا ابني ما تفتكر ليه؟ يعني انا اصلا انا مش ببيع لك دلوقتي، بس انا عامل كوميونتي اسمها سوشيال ميديا اوف بوزيتيفيتي، حاطط اللينك بتاعها في الديسكربشن بتاع الفيديو ده. تفتكر انا ليه عامله؟ يا ابني ما انا عامله عشان ناس زيك، ناس بتحاول تحسن من نفسها. يعني انت شفت فيديوهات اللي على يوتيوب كلها وقررت تدوس على فيديو تحسين النفس، كام واحد من اصحابك هيعمل نفس حاجه؟ مش كتير. فانت قررت تحط نفسك في مكان، لا انا عايز احسن من نفسي. ناس كتيره مش بيفكروا بالطريقه دي، مش ناس كتيره هيفكروا بنفس طريقتك ويوصلوا لنفس ليفل التفكير اللي انت بتفكر فيه. فاعرف ان انت دلوقتي فرقت نفسك عن كل الناس التانية. طبيعي ان شويه من اصحابك مش هيبقوا مقتنعين باللي انت بتقوله، طبيعي ان شويه منهم يحطوا نفسهم في حته تانية. انت غصب عنك هتروح معاهم عشان انت دول الاصحاب اللي انت بقالك عارفهم طول الوقت، دول الاصحاب اللي انت بقالك قاعد معاهم طول حياتك. فطبيعي ان انت تروح معاهم، دي مش حاجه وحشه ولا حاجه غلط.
انا بس بقول لك الطريقه الصح ان انت تتعامل مع الموضوع ده ان انت تلاقي اصحاب تانية بيحاولوا يحسنوا من نفسهم برضه. غصب عنك انا بقى دلوقتي هتفتكر ان انا متخلف، هتفتكر ان انا غبي، وهتقولي ان انا المفروض اعمل اي حاجه تانية. انا عندي جروبين اصحاب، واحد منهم عباره عن انا، وواحد صاحبي تاني بيحسن من نفسه، واحد صاحبي تالت بيحسن من نفسه، والجروب ده هو الاساسي بتاعي. في جروب تاني بقى، جروب المدرسه، جروب الناس اللي بقعد معاهم في المدرسه وبهزر معاهم بهيص معاهم. دول ناس بيلعبوا، دول ناس بيعملوا سكرول، دول ناس بيعملوا العادات السيئه اللي انا بحاول ابعد عنها. فطبيعي انا مش هأسس حياتي كلها والفها كلها حوالين الجروب ده. بس الجروب الاولاني اللي انا بكلمه كتير جدا، هو انا بكلم جروبين كتير جدا، بس الجروب الاساسي هو جروب الناس اللي بيحسنوا نفسهم. وده السبب ان انا قادر اصلا ان انا احسن نفسي، عشان التانيين كلهم مش معايا في نفس الليفل ده، مش معايا في نفس ليفل التفكير الادفانس اللي انا فيه. فانا احاول احسن نفسي. فمعلش انا دلوقتي هيبقى شكلي واحد وحش وشكلي واحد بيحاول يبعدك من اصحابك، بس انا هقول لك مهما كان انت بتحاول تحسن من نفسك قد ايه، مش هتعرف توصل لليفل ادفانسد ولا ليفل حلو خالص لو انت عندك ناس حواليك بيحاولوا يبعدوك من اللي انت بتعمله. غصب عنك بس كده اقفل. لو انت مش عاجبك اللي انا الكلام اللي انا بقوله ده، ومش عاجبك الطريقه اللي انا بحاول اوصلها لك، اطلع من الفيديو. انت كده مش هتستفاد، انت كده شخص دايس على الفيديو بس عشان عايز تستمتع، بس انت عايز تعدي وقت وعايز تقنع نفسك ان انت بتستفاد، عايز تقنع نفسك ان انت بتعمل حاجه مفيده. بس دي مش حقيقه، انت بتعملش اي حاجه دلوقتي. انت حرفيا دوست على الفيديو عشان قلت خليني امثل اكني بستفاد، خليني يعني استخدم وقتي بطريقه مفيده. انت بتعملش حاجه، انت بتتفرج على الفيديو. فلو انت مش عاجبك الكلام امشي. ولو انت قعدت يبقى انت بجد مستوعب كلامي، يبقى انت مقدر الكلام اللي انا بقول لك عليه دلوقتي ده، يبقى انت مقدر ان الاصحاب اللي حواليك بيأثروا عليك، يبقى انت عارف ان انت المفروض يعني تبقى وحشه بس لازم تبعد عن الاصحاب دي، او على الاقل تقرب من فريند جروب تاني، فريند جروب بيحاول يحسن من نفسه. شويه اصحاب كده، شله بيحاولوا يحسنوا من نفسهم. هتلاقي الاصحاب دول فين؟ في ناس هم قليلين بس في ناس. حاول تكلم اصحابك، حاول تقنعهم، خليهم يجربوا. لو ما رضيوش خلاص انت عملت اللي عليك، مش تقدر تعمل اكتر من اللي انت عملته. انت عايز تحسن من نفسك، هم مش عايزين. انت عايز تحط نفسك في مكان احسن، هم مش عايزين. هتلاقي الناس دول فين؟ هتلاقي الناس في كوميونيتيز زي ما انا بقول لك عليهم دول، كوميونيتيز زي اللي انا عاملهم. كوميونيتيز تانية هتلاقيهم، بس انا عامل الكوميونيتي دي وشايف ان الكوميونيتي دي تفيدك انت جدا. مفيش كوميونيتيز كتيره زي كده خالص. ولو الفيديو ده وصل لك وانت عجبك طريقه كلامي، عجبك فكرتي، يبقى الكوميونتي هتعجبك. انا حاططها في الديسكربشن بتاع الفيديو ده عشان افيد ناس زيك بالظبط. الكوميونتي دي معموله اساسي عشان يكون معاك ناس حواليك، يكون معاك ناس بيحاولوا يحسنوا من نفسهم برضو. سيبك من كل حاجه ممكن تبقى جوه الكوميونتي، انت عشان تلاقي اصحاب زيك، عشان تعرف لما تكون محتاج حاجه تبعت كده انا محتاج كذا، ممكن حد يساعدني، والناس تعرف ترد عليك، انا اعرف ارد عليك. مازن انا محتاجك تعمل لي فيديو ده، انا اعرف اعمل لك فيديو مخصوص عشانك انت واحطه جوه الكوميونتي بس يبقى بريميوم للناس اللي جوه بس. فعشان كده انا بقول لك الناس اللي حواليك هيأثروا عليك بليفل انت ما فكرتش في الاول. وفي كمان حاجه تانية بس دي يعني حاجه صغيره انا قلت احطها كده يعني. لو ما تعرفش في حاجه اسمها ايموشنال كونتيجن. ايموشنال كونتيجن ده بالاخر كده بيقول لك ايه؟ الناس اللي حواليك مشاعرهم بتروح لك انت زي الفيروس بالظبط، زي الديزيز كده. مش في مثلا كورونا لو كنت حد واقف جنبك وبيتنفس نفس الهواء اللي انت بتتنفسه، او ايوه كان تقريبا كانت من الهواء، بيتنفس نفس الهواء اللي انت بتتنفسه، كان ممكن يجي لك انت كمان كورونا، صح؟ هو ايموشنال كونتيجن نفس القصه. بتلاحظ ازاي في اي فيديو في اي حاجه لما يكون في جروب ناس كبير جدا بيحاولوا يعملوا اي حاجه، واحد يصرخ بتلاقي بعدين اتنين بيصرخوا، بعدين تلاتة، وبعدين الجروب، بعدين خمسة، وبعدين 10، وبعدين 20، وبعدين الجروب كله بيصرخ. دي ايموشنال كونتيجن. واحد عمل حاجه فالتاني اللي جنبه عملها، التالت اللي جنبه عملها، واحد عملها لغايه ما الجروب كله بدأ يصرخ. ليه؟ ليه؟ ايموشنال كونتيجن كلها بتلف حوالين الفكره ان المشاعر بتاعتك كونتيجوس زي الديزيز، زي المرض. مشاعرك كلها بتقدر تروح للناس اللي حواليك ومشاعرهم ممكن تجيلك. فتخيل لو انت واحد جنبك عندك صاحب نيجاتيف ثينكر، اللي هو ايه يعني؟ واحد بيفكر بطريقه سلبيه، واحد بيفكر بكل حاجه بطريقه وحشه، دايما بيبص على الوحش في الحلو، دايما يبص على الورده ويقول لك الورده دي فيها شوك مش عجباني. دايما بتفكر كده. والشخص اللي بيفكر كده عمره ما بينبسط باي حاجه في حياته. الشخص اللي بيفكر كده ده انا بسمي عليه الشاكي، الشخص اللي بيفضل يشتكي من كل حاجه، الشخص اللي بيفضل يتضايق ويتنرفز على كل حاجه. الشخص ده بيأثر على طريقه تفكيرك، وبيأثر على المينتال ستيت بتاعك، وضعك الذهني، يعني بيأثر على الليفل بتاع تفكيرك.
فانت مش عايز الصاحب ده حواليك، انت عايز واحد صاحب دايما بيفكر في حاجه حلوه، دايما يبص حواليه بيقول تصدق دي شكلها حلو، تصدق النوب بتاعك ده حلو، دايما بيبص على حلو في كل حاجه، دايما بيعرف يبص على اي حاجه ويضحك، يبص على اي حاجه ويقدر قيمتها. الشخص ده هيغير لك حياتك، عشان برضه من ايموشنال كونتيجن، هيخليك دايما تنبسط، هيخليك دايما تبص على حلو في كل حاجه، هيفضل دايما معاك وانت بتضحك وهو بيضحك. الشخص ده ما تسيبوش، خليك دايما معاه. دايما افتكر، اعمل حاجات ناس كتير ما بتعملهاش عشان تحط نفسك في مكان ناس كتيرة ما بتحطش نفسها فيها، عشان تعرف تجيلك opportunities ناس كتيرة ما بتجيلهاش. يا ريت يكون عجبك الفيديو، اشوفك الفيديو الجاي.